السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخي مطبخ ماما دودو. النهاردة أنا في الشارع وأول يوم للحظر، والبلد كأنها بلد من غير سكان، مفيش حد ماشي في الشارع إلا قليل جدا، عربيات بسيطة خالص. الناس خايفة، كله لابس ماسكات. أنا خرجت طبعا قبل ما أخرج لازم أبعت رسالة يردوا عليا اخرج، ما يردوش عليا ما اقدرش اخرج الا برساله نصيه مكتوبه في ورقه. انا بعت رساله بالتليفون ان انا اخرج، فوافقوا لي ان انا اخرج. خرجت اجيب حاجه من الفرن، عايزه شويه حاجات، خرجت جبت عيش وجبت كحك. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، البلد عباره عن يعني التزام غير عادي، التزام غير عادي. ربنا يرفع عنا البلاء والوباء. شايفين الشوارع بص، يعني مفيش حركة، مفيش ناس. واحد من 100 نفر تلاقوه ماشي في الشارع وخارج بالماسك. التزام مفيش بعد كده. يمكن احنا لو ماشيين هنشوف واحد اهو. شايفين الشكل. انا دلوقتي هطلع المطلع علشان راح اجيب كافيه. جبت العيش وجبنا الكحك، جبت حاجات البيت علشان الاولاد تفطر. دلوقتي انا رايحه اجيب نسكافيه. خليكم معايا نطلع المطلع مع بعض. كده انا قربت اوصل للمطلع. المطلع عالي شويه وبيتعبني كتير، بس لابد من ان اطلعه. زي ما قلت لكم رحت جبت شويه حاجات كحك وعيش، ورايحين دلوقتي نجيب القهوه. انا ساكنه هنا في المنطقه دي. هنجيب الكافيتيريا قافله، البلد كلها مقفله، رغم النهارده الحد اجازه رسميه اسبوعيه، ولكن هنا كانوا بيفتحوا الكافيتريات، ولكن الكافيتريات دلوقتي قافله برضو. على العموم هنتصرف وهنروح كافيتريا تانية نجيب القهوه بتاعتنا. لو لقينا الكافيتريا قافله هنعمل قهوه في البيت. وصباح الخير عليكم، ربنا يرفع عنا البلاء والوباء. صباح الخير عليكم، بصبح عليكم. وبعد ما لقينا محلات القهوه او كافيتريات القهوه قافله، فمضطرين ان احنا نروح البيت نعمل القهوه في البيت. صباح الخير عليكم، بصبح عليكم وبقول لكم صباح الخير، وربنا يرفع عنا البلاء والوباء، اللهم امين، وصباح الخير.